السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. أنا رأيي في الجهاز الفني استشاري، مش رأي فني. أنا ما بشتغلش عشان أعلي على المدير الفني ولا بشتغل علشان أدي آراء فنية. أنا رأيي إداري بس، أنا مختص بالجزء الإداري، لكن الرأي النهائي للمدير الفني الأجنبي اللي موجود. الكلام ده كان قاله الكابتن ثابت البطل، أحد أعظم رموز النادي الأهلي المصري على مدار تاريخه، وأحد أعظم حراس مصر والعرب عبر التاريخ. قالوا في لقاء بعد ما النادي الأهلي كسب الدوري سنة 99، وكان المدير الفني للنادي الأهلي ساعتها راينر تسوبل الألماني، اللي هو خد 3 دوري مع الأهلي بالمناسبة، راينر تسوبل يعني. كويس؟ كان ده رأيه. ده معناه إيه؟ ده معناه انك لما تجيب مدير فني اجنبي انت محتاج تحقق منه الاستفادة القصوى، محتاج تستفيد من تجربته، محتاج تعرف حاجة جديدة. انت ما تجيبش مدير فني اجنبي علشان تقعد يعني تخنقه وتضيق عليه، لا، انت بتسيبه يشتغل. انت جايبه كخبير، كراجل عارف حاجة من الكرة الأوروبية انت عايز توصل لها. وده في علم إدارة المشاريع اسمه إيه؟ اسمه علم نقل المعرفة وإدارة ونقل الخبرات. كويس؟ دي مشكلة أساسية في الكرة العربية، إذا بس استثنينا المغرب والكرة المغربية من القصة دي، لكن الكرة العربية في مجملها عندها المشكلة دي، إنك بتجيب مدير فني أجنبي وعايز تعلي عليه. أنا لو خدت مثل تونس مع روجيه لومير قبل كأس الأمم الأفريقية 2004، اللي هي كان معروف انها تلعب في تونس، وتونس عندها رغبه انها تكسب البطوله، كون تونس ما كسبتش البطوله قبل كده رغم انها نظمت البطوله سنه 94 وخرجت من الدور الاول. فعايزين يكسبوا البطوله فجابوا روجيه لومير. روجيه لومير راجل خبير، كان بيدرب منتخب فرنسا، كسب اليورو سنه 2000، كان بيدرب منتخب فرنسا، منتخب عظيم. كفايه ان المنتخب ده كان موجود في احد اعظم لعيبه كره القدم عبر التاريخ، زين الدين زيدان. وطبعا اسامي عظيمه تانية دربها روجيه لومير في المنتخب ده. كنت بتتكلم على ايمانويل بيتي، بتتكلم على تريزيجيه، بتتكلم على ديساييه، لعيبه عظيمه، ليزارازو، ناس كتير بس علشان وقت الحلقه يعني. كويس؟ الراجل جه تونس وقال لهم انا هحط خطه او خطتين، خطه على المدى القصير وخطه على المدى الطويل. خطه على المدى القصير اللي هو تجهيز وتحضير منتخب تونس للفوز بكاس الامم الافريقيه 2004. وقد كان تونس كسبت البطولة. اللي فاكر منكم يعني كان ماتش النهائي تونس والمغرب، وتونس كسبت بجون دوس سانتوس وزياد الجزيري. كويس؟ وكان الهدف بتاع المغرب كان افتكر مصطفى حجي هو اللي جاب الجون، يوسف حجي الشقيق الاصغر مصطفى حجي هو اللي جاب الجون. كويس؟ جميل. بعد كاس الامم الافريقيه ابتدى يشتغل على خطه طويله المدى، فابتدى يتكلم بقى ازاي يبقى في خطه، يبقى الدوريات الشباب في تونس ازاي تطلع منتخبات شباب كويسه، بعد كده منتخبات الشباب دي تزود المنتخب الاول. ابتدى يتحط عراقيل لروجيه لومير في كل حاجه، في خطه طويله المدى، لحد ما الراجل زي بعد كاس العالم 2006 واستقال ومشي من المنتخب التونسي. نفس الكلام ده ونفس العشوائيه والعبث اللي في الاداره هتلاقيه في مصر. وانا هجيب مثل قريب. مصر ومنتخب مصر هما تم التعاقد مع كيروش. انت جايب راجل خبير، كيروش خبير. كويس؟ والراجل برضو الكلام من الاتحاد الكرة المصري احنا عايزين نروح كاس العالم. كيروش بقى لا، اشتغل على مدى طويل، انا عايز اعمل كرة مصرية تضمن التواجد الدائم في كاس العالم، مش انك تروح كاس العالم 22 وتغيب 3-4 كاس عالم بعديها، لا، انا هعمل خطه للكره المصريه تخليها متواجده دايما في كاس العالم. فابتدى كيروش يتكلم في ايه، ومع ذلك كيروش عرف يعمل انجازات. كيروش رابع كاس العرب، تاني كاس الامم في 2022، رابع كاس العرب في 2021 في قطر، وصل دور النهائي في تصفيات كاس العالم وما اتغلبش من السنغال بالمناسبه، احنا خرجنا بضربات ترجيح. كويس؟ وفي كاس الامم ما اتغلبناش وخسرنا بضربات ترجيح في النهائي. انما المدرب عنده خطه
ابتدى يتكلم في الدوري، ازاي شكل الدوري يبقى كويس، ازاي شكل تنظيم المسابقات، ازاي المسابقات دي تدي وتفرز منتخب كويس وكلام من ده. الراجل كان بيشتغل على خطة كويس، بينقل خبراته. ليه؟ لان انت لو انت متعاقد مع مدرب اجنبي بتديله، او مدير فني اجنبي بتديله الاف مؤلفة من الدولارات علشان بس يحط لك تشكيل وخطة لعب، يبقى انت مهرج، يبقى انت مهرج. ده منتهى العبث والتهريج. لان انت لو عايز خطة وتشكيل، هات اي عيل ماشي في الشارع في مصر بيحب الكورة هيحط خطة منتخب مصر وتشكيل منتخب مصر. هات اي عيل ماشي في تونس بيحب الكورة هيحط لك خطة منتخب تونس. يمكن انا ضربت مثل بمصر وتونس عشان دول المثلين البارزين جدا كويس. لكن نفس القصة ونفس المشكلة هلاقيها موجودة في المنتخب السعودي برضو لما تم التعاقد مع مانشيني، ودي امثله قريبه. انا بقول لكم كيروش ومانشيني مع السعوديه دي حاجات جديده. برضو انت جايب مانشيني بطل اوروبا مع ايطاليا وراجل خبير، هو عنده حاجه انت ما تعرفهاش في الكره الاوروبيه. برضو الراجل ابتدى يتكلم في خطط وكده، مفيش حد بيسمع. ليه؟ لان انت بتجيب المدير الفني في العالم العربي، بتجيب المدير الفني الاجنبي الخبير علشان تعلي عليه. انت ما بترضاش تتعلم منه حاجة، انت مش جايبه تتعلم منه، انت جاي بس انت عايز صورة كده، شكليات. انا عندي مدرب اجنبي، طب وبعدين جايبه ليه؟ لان لازم الهدف لما بتروح لحتة هي اعلى منك كرويا على مستوى الكورة يعني، او في افكار اعلى مننا بيعلموا اكتر مننا في المجال ده، انت بتجيبه عشان تستفيد. زي الطالب اما بيبقى محتاج مدرس خصوصي، طب هو الطالب بيجيب مدرس خصوصي ليه؟ عشان في حاجات هو مش عارفها، المدرس الخصوصي ده هيركز معاه فيها ويعليه. ما ينفعش يقعد يعلي عليه ويقول له لا بس في المدرسه قالوا لنا خلاص. طب انت جبته ليه؟ انت دفعت له فلوس ليه؟ هي نفس الفكره. النهارده انا لما اجي اتكلم على الكره العربيه في مفهوم غلط محتاج يتصحح، محتاجين تصحيح للمفاهيم في الكرة العربية. ده الفخ اللي ما وقعش فيه مثلا اتحاد الهاندبول في مصر. لا احنا بنجيب مدربين اجانب عشان نستفيد منهم، عشان في خبرات في اوروبا احنا ما نعرفهاش فاحنا عايزين نعرفها. عشان كده الهاندبول في مصر ماشي كويس، لان احنا بنعرف الهدف من جلب المدرب الاجنبي. نفس المشكله في الانديه بالمناسبه العربيه. يعني انا النهارده النادي الاهلي المصري جايب كولر، برضو راجل خبير بشكل او باخر، برضو انت مش جايبه عشان تاخد منه خبره. كل ما بيقول لك حاجه موجوده في اوروبا وبتتعمل في اوروبا انت بس بتعطل كولر، بتعرقل كولر. لا ما تعملش كذا، لا مش هينفع، لا احنا مش محتاجين كذا. طب انت جبت كولر ليه؟ انت بتجيب مدرب اجنبي ليه اساسا؟ انت جايبه بس علشان يحط خطه ويحط تشكيل ويعمل تغييرات في ما اي حد، ما هات اي حد مدرب مصري هيعمل لك كده يعني. اي حد، اي تاني، اي عيل صغير هيحط تشكيله النادي الاهلي وهيحط تشكيله الترجي وهيحط تشكيله الاتحاد شباب الوزداد واتحاد العاصمه واي نادي يعني. اي عيل صغير في مصر وتونس الجزائر هيحط لك تشكيله، وهيحط تشكيله منتخب تونس ومنتخب مصر ومنتخب الجزائر. ما هيش قصه يعني. يبقى انت بتجيب المدير الفني الاجنبي علشان تكتسب منه الخبره، تعرف منه او تزود درايتك المعرفيه بحاجات انت ما تعرفهاش. هو عارفها لان هو اوروبي وعاشها في ملاعب اوروبا وعاشها في الكره الاوروبيه، انت ما عندكش فكره عنها. فليه بتعلي عليه؟ ليه بتحط عراقيل؟ ايه فلسفتك في ان انت تجيب مدير فني اجنبي؟ انا وجهه نظري الفلسفه الوحيده هي الشو، المنظره، ان احنا عندنا مدير فني اجنبي. يعني احنا مش هنستفيد منه حاجه. ليه؟ لان احنا ما حدش يعلي علينا، يعني احنا ما حدش يقول ان هو فاهم اكتر مننا، ما ينفعش، لان ما فيش حد بيفهم غيرنا. ده للاسف طول ما المنطق ماشي كده وطول ما المبدا ماشي بالعبثيه دي والمشهد عبثي بالشكل ده وشويه تهريج ومهرجين بيديروا الكوره، مفيش حاجه هتحصل ومش هنتحرك خطوه لقدام.
وهنفضل موجودين بس في ايه؟ الحمد لله وصلنا كاس العالم، الحمد لله خدنا الدوري، الحمد لله المنتخب وصل كذا، بس هتقعد تتحرك في الدايره المغلقه بتاعتك، مش هتوصل لاي حاجه. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان، ربنا يحفظ سوريا ويكتب لسوريا واهل سوريا وحبايبنا كل خير. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كأن المرتزق المجرم القاتل الغاصب للارض من 76 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون الموضوع نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على القاكم في حلقه جديده من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.